بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نكمل دلوقتي الاد نيو للكاتيجوريز ديت والاديت اللي هم موجودين، هم الاثنين في صفحة كان كاتيجوري اديت دي. تعال نشوف هنعمل فيها ايه. اروح على كات اديت واخش على الكود واجي هنا هقول له اف، طبعا مبعوت لي فوق كويري سترينج بجيبه بجيت مكتوب فيه التايب بيساوي يا اما اد يا اما اديت. هقول له اف ان الجيت اللي اسمها تايب لازم تكون ايه ست الاول، لازم تكون ايه ست، يعني الراجل اللي اتعمل او مبعوته لازم تكون از ست، لازم تكون مبعوته. طالما هي مبعوته هبدا اخش في الشغل هنا. إلس طبعا يبقى مش مبعوته خالص، يبقى انا مضطر ارجعه على صفحه السيرش تاني. ارجعه على صفحه مين؟ السيرش تاني. يعني اقول له هيدر واقول له روح معلش على صفحه كات سيرش، هي اللي هتظبطك عشان تيجي لي. ما كتبتش كلمه لوكيشن. اقول له لوكيشن روح على كات سيرش دوت بي اتش بي. ده في حاله ان هي الجيت اصلا مش مرسله اساسا، فبعد كده ان هي ايه ست وهي مش فاضيه برضو في نفس الوقت مبعوته مش فاضيه، مش مهم يعني. هقول له اف، هي لو اد لو اضافه فمش هعمل اي حاجه في الصفحه خالص، مش هعمل اي حاجه في الصفحه خالص خلاص، غير ان انا يمكن عايز اضيف هنا يعني او تحت كاتيجوري اوف برودكتس او كده، او ممكن دي ذات نفسها الكلمه ذات نفسها تبقى لينك، يعني لما يدوس عليها يرجع تاني للسيرش يعني، او اكتب له كلمه سيرش هنا يعني. والله ما ممكن نعرض السيرش تحت هنا، يعني هنشوف نعملها وممكن نعرض السيرش تحتيها، هيبقى شكلها شيك لو كانت الفورمه صغيره، ويبقى شكلها وحش لو كانت الفورمه طويله، هيبقى السيرش تحتها تبقى شكلها وحش جدا يعني. ماشي اوكي، ممكن نخليها دلوقتي بس بعد جنب زرار السيف كده ريتيرن تو سيرش، الرجوع للبحث. ممكن اعملها لينك دلوقتي على طول جنب زرار السبميت كده، لينك عاديه هايبر ريفرنس. قال لي على انه صفحه، قلت له على كات سيرش اسف كات سيرش خلاص. قال لي ماشي، هيبقى اسمها ايه؟ هقول له ريتيرن تو سيرش، الرجوع للبحث. وهيبقى كده كان في ان بي اس بي كام مسافه كده عشان بس متبقاش لازقه في الزرار. ممكن اقول له ريتيرن تو سيرش دي تبقى محطوطه ما بين مربعين كده، يعني اي منظر، بحيث ان انا اقول له ريلود اخش على كاتيجوري، اقول له اد نيو. السطر التاني فيه غلطه اكيد طبعا عشان ما كملناش طبعا. ندوس على ايه اللي في السطر التاني، كنا هنعمل عند حاجه تانية ايه في ان هي دي علامه، لا ده علامه دولار ساين، معلش اسف. و ادوس على كاتيجوري تاني اد، اهي ريتيرن سيرش. لو حب يرجع للسيرش تاني بيدوس هنا بيرجع لمين؟ للسيرش بتاعه، عشان بس ما يبقاش يرجع من باك وكلام من ده. ماشي يبقى انا عايز اقول له اف بقى ان الجيت بتاعت التايب دي لو كانت قيمتها edit، هي مشكلة اقول له لو كانت قيمتها edit، لو كانت قيمتها add فما فيش مشكلة، فما فيش ايه، مش هعمل حاجة، مش هعمل اي حاجة في اي حاجة خالص. لكن المشكلة كلها لو كانت edit،
المفروض عايز اعرض الشغل بتاعي ده، عايز اعرض بقى القيم طالما معايا البرايمري كي مبعوث كفاليو. في هنا المفروض دلوقتي الكي برايمري كي مبعوث كفاليو. لو انا رجعت كده افتح ده في، او افتح الكاتيجوري كده في صفحه، معلش افتحها لوحديها بس تبقى واضحه. وانا عملت سيرش وبعمل اديت، فالمفروض كده ان في فاليو عندي اللي هي رقم 3. فعايز عايز اجيب الكات نيم والديسكريبشن. عايز اجيب الكات نيم والايه والديسكريبشن. انا عايز اطلع الايه النيم والديسكريبشن، وعايز ده يبقى مقفول، وعايز الصوره تيجي لو كان في صوره. اجهز مكان الصوره، اروح على فايلز وجوه ادمن هقول له ضيف لي فولدر وسميه كات ايمجز. ده مكان الصور بتاعه الكاتيجوري. وعايز اجيب بقى دول، يعني اديك الاي دي بتاع الفئه، تجيب لي النيم وتجيب لي الديسكريبشن. قلت له ماشي. دي تتعمل جوه الكلاس. هقول له ايه؟ هعمل فانكشن، دي وظيفه عايزين نعملها، ان انا ابعت لك الاي دي تجيب لي النيم والديسكريبشن. هقول له فانكشن اسمها find by bk، او باي على طول باي كات ان او. بحسب الكات ان او، وهتبعت لي انت الكات ان او، كات ان او فقط لا غير. حلو. يبقى احنا عايزين، انا هبعت لك الكات ان او، وانت هقوم رصص جوه المتغيرات دي الكات ان او والكات نيم والديسكريبشن، وانت تعرضهم زي ما انت عايز تعرضهم. خلاص. يبقى انت تبقى عارض دي. فالكويري بتاعي هيبقى بسيط جدا، هيبقى اسمه كويري. خلاص. حلو. وهيبقى select asterisk from category where ان cat ان او equal بيساوي على طول المتغير بتاع اللي اسمه cat ان او. طبعا اقصد بالكات ان او ده المرسل هنا مش اللي هنا. لو انا عايز اقصد اللي بره خالص، لو عايز اقصد اللي بره يعني، هضطر اقول له، هضطر اعمل كده، اعمل this وشرطه سهم، واقوم قايل له كات ان او زي ما طلعت كده. كده انا قصدت اللي بره، كده انا قصدت مين؟ اللي بره. كده ما اقصدش اللي بره، انا اقصد البارامتر المبعوث ده على طول كده. فكده الجمله سليمه. عايز ابعتها بس مش عايزها بريفيو ان ريزلت ان تيبل، انا عايزها ترن لي بس كده وخلاص، وترجع لي ريزلت، وترجع لي ايه؟ ريزلت. طب الدي ام ال ورك، الدي ام ال ورك ده انكلود متضمن الدي بي كون، والدي بي كون ده اوتوماتيك مسلكت داتابيز. فممكن اقول له ماي اس كيو ال كويري على طول ويرنه لي. تعال نشوف. يعني انا اقدر اقول له دلوقتي عايز الريزلت بتاعتي بتساوي ماي اس كيو ال اندرسكور كويري، رن لي كويري، قال لي اديني الجمله، قلت له الجمله اهي اللي هي مظبطها جوه الكويري، فيرجع لي ريزلت، فيرجع لي ايه؟ ريزلت. انا متاكد ان هو هيجيب قيمه سجل واحد، صف واحد. انا عايز بس اعدي على الحقول، اجيب الحقول بتاعته، الكولومز، واجيب الكولوم الاولاني كات نو هنا والكات نيم هنا والديسكريبشن هنا وخلاص. فمحتاجين نعمل فور متغير مثلا اسمه اكس، وهيبدا بالصفر، والمتغير اسمه اكس ده لازم يكون اقل من عدد السجلات اللي موجوده في الجدول، اللي موجوده في الناتج ده. اسف، اقل من عدد الكولومز. انا مش عايز السجلات، انا عايز كولومز. يعني عايز اجيب ماي اس كيو ال اندرسكور، عايز اجيب الفيلد، عايز اجيب عدد السجلات او عدد اقول ماي اس كيو ال نم اندرسكور نم اندرسكور فيلدز اندرسكور نم. ايوه كده اهو اندرسكور فيلدز. قال لي بس اديني الريزلت وانا اجيب لك عدد السجلات. قلت له ادي الريزلت اهو، عدد الكولومز اسف. خلاص. وكل مره اخلي الاكس بلس بلس. يبقى عملنا احنا ايه؟ كل اللي عملناه ان احنا عرفنا اكس، وده اكس بيساوي صفر، وان اكس دوت لازم يكون اصغر من عدد الكولومز اللي موجوده في الجدول،
وكل مره هيزيد بواحد، وده كلام سليم. ايه اللي هيعمله هو بقى الفور ده، دي اند فور دي عشان بس ما تلخبطش. ايه اللي هتعمله؟ كل اللي هتعمله ان هي هناخد هنوصل للكات ان او نجيبها من الحقل، والكات نيم نجيبها من الحقل، والديسكربشن نجيبه من الحقل، يبقى احنا حطينا متغيرات. يبقى هنعمل ايه هنا؟ هقول له والله انا عايز اوصل للي بره، فهقول له this عشان اوصل للمتغير اللي بره، this كات ان او بيساوي، قال لي هيساوي ايه؟ قلت له هيساوي، عايز اجيب القيمه بتاعه الفيلد، فلازم برضو يعني افيتش الرول الاولاني، يعني اجيب الرول الاولاني من الداتابيز. يعني اعرف مثلا قبل ده او اعرف متغير اسمه رو عشان اجيب فيه الرو، واقول له ماي اس كيو ال اندرسكور فيتش اندرسكور رو. قال لي ابعت لي الريزلت، قلت له ادي الريزلت اهي خلاص. قال لي كات، طبعا لو عملت دلوقتي اكستراكت اللي كنا شرحناه قبل كده هيرمي لي كل الحقول دي اكنها متغيرات، هتبقى افضل، بس كده هتبقى عندي مشكله، عندي المتغير ده هيتشابه وعندي ده اللي بره، فلا بلاش، خليها مثلا ايه، احنا عارفين ترتيب الحقول. اقول له الرو رقم، صدق احنا ممكن نعملها كده وخلاص، مش لازم يعني مش لازم نكون عاملين فور ولا نلف على الحقول، معلش ام سوري، مش لازم نلف على الحقول ولا حاجه. الريزلت هي اتنفذت، قلت له في تشيل الرو، شد لي رو، شد لي رو من الداتابيز لان مفيش غيره، قمت قايل له خلاص ماشي، هات الرو رقم 0 هتحط لي جوه الكات ان او كده اسهل على طول. ولان انا كده محتاج مضطر ان انا اجيبهم حقل حقل، اقول له كات نيم جيبهولي من الرو، جيبهولي من الرو رقم 1 ده مين، قلت له كات نيم. ونفس القصة بالنسبة للديسكريبشن، هيجي من كات ديسكريبشن. خلاص يبقى كده انا عملت فيتش للرو، شديت اول رو من ريزلت ادي الرو اهو، وجبت قيمته من القيمه دي، ثم القيمه دي حطيتها، ثم القيمه دي حطيتها، فاصبح القيم محطوطه هنا. يبقى انا لما يبعت لي الكات ان او هسلكت وير ان كات ان او نفس الكات ان او اللي موجوده، وانفذ الجمله دي واجيبها جوه الريزلت، واقوم فاتش اول رو اللي مفيش غيره اصلا، انا ببحث بالبرايمري كي، وبعد كده اخد القيمه احطها جوه الكات ان او، القيمه احطها جوه الكات نيم، القيمه احطها جوه الديسكربشن، فكده طلعت طلعت القيم على الحقول. يبقى انا دلوقتي نوت في الكان ايديت، لو كان باعت لي ايديت يبقى انا في مبعوت لي من الجيت برضه فاليو، يبقى مبعوت لي من الجيت ايه، من الجيت فاليو. فهعمل ايه؟ هنادي هعمل اوبجكت من الكلاس بتاع الكاتيجوري طبعا، لا محتاج من الكلاس دوت، انا اول محتاجه كده كده في الايديت وفي الاد، يعني طالما ان هي هخش هنا على طول، طالما انا هخش هنا ومعرف متغير اسمه كات، وده بيساوي نيو كاتيجوري، وانا مش عامل انكلود، اروح على اقوم جايب انكلود للصفحه اللي اسمها كاتيجوري دوت كلاس في اول سطر خالص، عشان اقدر اعرف اوبجكت من الكلاس اللي اسمه كاتيجوري. خلاص بره خالص. هنا بقى انا مبعوت لي فاليو جايبها من الجيت. طيب هقول له حلو، انا عايز انادي من الكاتيجوري دي، من الكات دي، محتاج ان انا انادي. قال لي في عندي فايند باي كات نو، قلت له انا عايز فايند باي، قال لي ابعت لي كات نو، قلت له والله دي هتيجي من الايه، من الجيت تاعي اللي فوق، كان اسمها فاليو، كان اسمها ايه، فاليو. انا كده بعتها له، لما بعتها له خلاص بس كده بقى اصبح عندي كات ان او، كات نيم، وديسكريبشن. عندي 3 متغيرات، الثلاث متغيرات دول اصلا انا محتاجهم برضه عشان يترموا على الشاشه، الشاشه المفروض تحتفظ بقيمتها، فانا هعرفهم فوق، هعرفهم هنا فوق عشان يقعدوا شايلين قيمتهم. كات ان او وده مبدئيا فاضي عشان ما يضربش، وكات نيم وده مبدئيا فاضي عشان ما يضربش، وكات ديسك وده برضه مبدئيا فاضي عشان ايه، ما يضربش. وفي نفس الوقت اروح على الفورم بتاعتي، اقوم دايس على دبل كليك واقول له انت هنا
هيطلع لك بيساوي الكات ان او. خلاص كوبي كده على طول. وانت كات نيم هنا برضو نفس القصه، بس بدل الكات ان هو هتبقى الكات نيم. وانت هنا اهو هيطلع لك الكات ديسكريبشن. خلاص. وانت والصوره برضو، الصوره كذلك. الصوره الباص بتاعها هيبقى ده، قلت له لا مش هيبقى ده، ده هيبقى برضو كود بي اتش بي. هتعرض فيه متغير اسمه img_src الايمج سورس، ونعرف المتغير ده فوق كده. في غلطه، شوف انا عكيت ايه مش عارف. اهي دي علامه ماشي، ما قفلتش القوس بس، مفيش علامه تنصيص في النص هنا. قلت له هنا هو هيطبع بيساوي الايمج اس ار سي. اشيل بقى الايه كل الكلام اللي اتكتب الغريب ده. يبقى كده هنا هيطبع حاجه اسمها اي ام جي اس ار سي في الصوره، في الباص بتاع مين؟ بتاع الصوره. معرفش الويدث والهايت راح راح فين. اكيد انا في حاجه حصلت مش مظبوطه. اعمل كنترول زي، اعمل كنترول زي تاني. ايوه خلاص. اخد بس الباص اللي هو كان محدد واخليه مش محدد، اكدته واقول له والله احنا هنا عايزين نطبع كود بالبي اتش بي بيقول ان انت على حسب المتغير اللي اسمه img_src. واروح اعرب برضو المتغير اللي اسمه img_src واخلي له القيمه الديفولت اللي هي اللي كانت محدده في اللي انا خدتها منه كده. ده القيمه الديفولت الا لو انا غيرتها، الا لو انا غيرتها. دي القيمه الديفولت اللي موجوده جوه img_src الا لو انا غيرتها. خلاص كده. ده تجهيزا ان الفورمه تبقى شايله قيمها ما تفقدش القيم اللي فيها. ارجع لفايند باي كات ان او. فايند باي كات ان او بعت له الفاليو كده. اصبح كات ان او وكات نيم وكات ديسكريبشن. ممكن اجيبهم على طول. اجيبهم ازاي؟ كل اللي هقول له خلاص كده بالشكل ده. يبقى كات ان او هتكون بتساوي، هتروح على الكلاس بتاعي او الاوبجكت اللي اسمه كات، هات لي منه الكات ان او عشان انا حطيتهم اهو. دلوقتي ناديت على فايند باي بي كي او فايند باي كات ان او. فايند باي كات ان او دي هتظبط لي الثلاث متغيرات دول، كات ان او كات نيم والديسكربشن. بس ما ناديش عليهم بزيس، انا بنادي عليهم بالاوبجكت اللي انا معرفهم من الكاتيجوري. بنادي عليهم من الاوبجكت اللي انا بعرفهم من الايه؟ من الكاتيجوري. بنفس الطريقه واقول له الكات نيم هيساوي الاوبجكت اللي اسمه كات، هات لي من جواه الكات نيم. كات نيم. ايه الكار اللي جت دي؟ ماشي خلاص. وبعد كده عندي الديسكريبشن او الكات ديسكريبشن، معرفش مسمينها ايه، كات ديسكريبشن. هقول له دي برضو هتيجي من الاوبجكت اللي اسمه كات، القيمه اللي جايه من كات ديسكريبشن. خلاص كده. يبقى انا جبت القيم من الكلاس بتاعي ورميتها جوه المتغيرات، فالمتغيرات هتسمع عندي. ده لو كان اديت، يعني واحنا رحنا دلوقتي المفروض جربنا وعملنا سيرش واديت 4 ده اللي هو البي سيز ده، ديل والاتش بي والتوشيبا والكلام ده كله. ادوس على اديت. جميل قوي. ادي 4 وبي سيز، لكن دي ما اتظبطتش الصوره كما هي. تعال نشوف ليه ما ظبطتش. بس اجرب الاول. اد نيو سليم كله فاضي حلو. يبقى كده الايديت فيها مشكله ان الديسكريبشن ما بيطلعش. كات ديسك مكتوبه غلط. والله اسم المتغير مكتوب غلط، فطبعا ما بيسمعش تحت. ارجع كده اقول له return to search.
رجعني سيرش واعمل ايديت كده. كلام جميل جدا. 4 بي سيز مش عارف ايه، كلام جميل جدا. ريتيرن تو سيرش اد. تمام كده. انا فاضل لي حاجات بسيطه. لو كان ايديت مطلع لي كده، المفروض ما يقدرش يعدل في البرايمري كي، ما يقدرش يعدل في الايه، في البرايمري كي طالما ان هو ايديت. يعني المفروض ان ديت تبقى مش تبقى ريد اونلي. هقول له خلاص ماشي، المفروض تبقى ريد اونلي. طالما ان هي ايديت يبقى في عندي متغير برضو هعرفه فوق في الثوابت بتاعتي اللي فوق دي، هسميه ايه، ريد اونلي للبي كي، ريد اونلي، وده قيمته مبدئيا بتساوي ايه، فاضي. طالما ان هو ايديت يبقى لازم يكون ايه، يبقى لازم الريد اونلي ده، يبقى لازم المتغير اللي اسمه ريد اونلي ده، لازم المتغير اللي اسمه ريد اونلي يكون بيساوي القيمة ريد اونلي. هو مبدئيا بيبقى فاضي فمش هيعمل حاجة، يا اما يشيل كلمة ريد اونلي. وهستغله في ايه؟ في ان انا تحت خالص في الكات ان او. فين الكات ان او؟ اهي اف كات ان او. على فكرة ده اف كات ان او واف كات نيم واف ماشي. هقول له هنا ممكن، ما انا زودنا هنا كلمة ريد اونلي كده، لو رمينا كلمة ريد اونلي بقى ريد اونلي. فانا هقول له لا، هنا بقى حط لي قيمة المتغير اللي احنا لسه ظابطينه اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ريد اونلي. والله شايل كلمة ريد اونلي هيطبع كلمة ريد اونلي، مش شايل حاجة فاضي يبقى هيطبع فاضي. خلاص تعال نشوف الحتة دي تأثيرها ايه. اعمل ريتيرن تو سيرش، اعمل سيرش، اعلم على اي حاجة. 4 اهي ما بتتمسحش غير هنا خالص. خلاص بقت ريد اونلي. ارجع كده ريتيرن تو سيرش، دوس على اد نيو. اد نيو شغاله عادي، مفيش اي مشكله ان هي تتضاف هنا. كلام جميل جدا جدا جدا. حلو. يبقى احنا كده ظبطنا ان الاد نيو تبقى شغاله عدل، مفيش فيها اي مشكله، ان دلوقتي يقدر يحاول يضيف والسيرش بيروح بيبقى طبعا عرض البيانات، ودوت بيبقى لسه مقفول مش متاح، ويقدر يعدل بس الاسم والديسكريبشن زي ما هو عايز. اما بالنسبه للصوره فبرضه لسه محتاجين ان يبقى في الكاتيجوري كلاس بتاعنا زي ما في كات ان او وفي كات نيم وفي دي كار ديسكريبشن يا راجل، كات ديسكريبشن. كات ديسكريبشن دي كانت عامله لنا اللي انا قلت كار دي جت منين؟ يبقى كات ديسكريبشن. امال بقى هي استقبلها ازاي بقى في الديسكريبشن بقى؟ بس المتغير محطوط وخلاص. كات ديسكريبشن ماشي. على العموم احنا كده محتاجين ان احنا يعني بالنسبه للصوره اللي هي ايمج اس ار سي دي عرفنا لها احنا في الكلاس، نعرف لها متغير برضو هنسميه كات اي ام جي. وبالنسبه لنا هنا لما نيجي نضيفه هنا هيبقى برضو this، والكات ايمج هيبقى بيساوي، احنا عارفين ان المسار بتاعنا هيبقى جوه فولدر اسمه كات ايمج زي ما كنا عاملين هنا في هنا سلاش مايله ناحيه اليمين وايمجز. لا احنا ما بنعملش ايمجز، احنا في نفس الفولدر، احنا عندنا في نفس الايه اسمه كات ايمجز في نفس الفولدر على طول، ونادي على اسم الصوره يعني. فهقول له كل اللي فيها، هقول له هنا ان كات ايمجز وسلاش، واقول له اسم الصوره. هنرفع الصوره باسم البرايمري كي دايما وهنشوف ازاي. فالبرايمري كي عندي هيبقى زي كات ان او، زي الكات ايه ان او، ده اسم الصوره، وهيبقى دوت جي بي جي ده الباص، ده الامتداد الرسمي اللي هنبقى مدعمينه. حتى لو كانت الصوره اي امتداد تاني هنكتبها دوت جي بي جي. يبقى هيخش على كات ايمجز وهيدور على اسمها من البرايمري كي، لان احنا هنرفع الصور باسم البرايمري كي عشان ما تتكررش وعشان ما يتمسحش وعشان ما نعملش ريبليس
وهيبقى دوت جي بي جي. دي المفروض الايه عنوان الصوره. وتجريبيا هنحط صوره كده ولا صورتين بارقام كده نشوف، عشان نشوف العرض شغال ولا مش شغال. احنا عندنا يعني دلوقتي في السيرش عندنا كام فئه كده اهم، 2 و3 و4، فنجيب لنا 3 4 صور كده على السريع ونحطهم عندنا. جبت كده كوبي من اي شويه صور، واروح عندي على PHP my work XAMPP HTDocs leader course، جوه الادمن جوه category images، قمت عامل بيست. بس احنا محتاجين صورة يبقى رقمها 3 وصورة يبقى رقمها 4 وواحدة من غير صورة وواحدة من غير ايه، واحدة من غير صورة مش محتاجينها دلوقتي. 8 و9 دول سيبهم دلوقتي مؤقتا، 3 و4 بس اللي شغالين عندنا. فلو رحنا دلوقتي عملنا فالمفروض ان احنا كات ايمج بتساوي الكلام ده كله ماشي. وفي الصفحة بتاعتنا بتاعت الكات اديت حطينا جوه الكات ديسكريبشن، فضلنا نحط جوه الايمج اس ار سي. فهقول له في متغير اسمه ايمج اس ار سي، ده هيجيب برضو من الكاتيجوري هات لي الكات ايمج، هيجيبه لي من الكلاس ويحطوا لي جوه الاي ام جي اس ار سي. لو رحنا كده عملنا سيرش وعلم على 3 ده جاب لي ايه، طبعا كاميرا جت موبايل مش مشكله، الفكره كلها في عرض الايه، في عرض الصور. ريتيرن تو سيرش اروح على برينترز، مسحتها انا ناصح. طيب خش على 4 جاب لي ايه الآلات الحاسبة مع انها بي سيز، بس مش مشكلة، احنا بنشوف بس الايه العرض بتاع الصور مظبوط ولا مش مظبوط. المهم كده كله تمام. المفروض ان احنا طبعا السيرش دي طبعا زعلتني، طبعا انا دوست على ديليت غلط فمحازف، فمعناها ان احنا نعمل حسابنا ان احنا مثلا ممكن لما يدوس على ديليت نساله انت عايز تحذف ولا مش عايز تحذف، مش مشكله. لكن المهم دلوقتي ان احنا بنعرض الحاجه بتاعتنا في الايديت مظبوط كامله زي الفل. مفضلش غير زرار السيف، ممكن اقدر احسه بكذا شكل اذا كان هو بيعمل يعني ايديت ولا ما بيعملش ايديت. لو كان ايديت هيسيب بايديت، لو كان اد هيسيب باد، والاد طبيعي شغاله زي الفل ما فيهاش اي مشكله. مقدرش ان انا اكتب كود الاضافه السليم، كود الاضافه السليم وكود التعديل السليم، ويبقى خلصنا الايه الكاتيجوريز كامله. بس قبل كده محتاجين نطلع هنا كاتيجوري اي دي اللي عليه الدور يعني كده يعني. فممكن اقوم جاي هنا جوه كاتيجوري كلاس واقوم عامل فانكشن جديده اسمها جيت اللي عليه الدور جيت نيكست كات ان او. جيت نيكست كات ان او ده ما بيعملش اي حاجه، فانكشن ما بترجعش، هي بتريتيرن فاليو على طول، ما بتستقبلش اي بارامتر. كل الفكره ان فيها كويري هيجيب ريزلت خلاص. الريزلت دي بتساوي هقول له ماي اس كيو ال اندرسكور كويري خلاص. قال لي اديني الجمله، قلت له الجمله هتقول سيلكت، انا عايز اجيب الرول اللي عليه الدور، فممكن اقول له كاونت. كاونت قال لي كاونت مين، قلت له كاونت الكات ان او، فيعد حق الكات ان او فروم جدول الكاتيجوري. بس خلاص دي الجمله. طب ما يعدهم بعد كده ممكن يبقى مثلا كاونت دي ممكن تعمل مشكله، مش تعمل مشكله لو انا مثلا قلت كاونت كات ان او زائد 1 هيجيب لي مثلا 5، يبقى اللي عليه الدور 6 والى اخره. طبعا تقول لي ممكن مدخل 8 ومدخل 20 ماشي، وكده كده هنطلع رساله لو كان في خطا في الاضافه. لكن الفكره احنا بنساعده بس مجرد مساعده، لكن هو ليه حق ان هو يغير ويحط الرقم اللي هو عايزه خلاص. فدي الريزلت. ولازم افتش الرو، لازم افتش الرو يعني لازم اعمل متغير اسمه رو، واقول ده بيساوي ماي اس كيو ال اندرسكور فيتش الاندرسكور رو. قال لي ابعت لي الريزلت، قلت له الريزلت هي دي خلاص. كده الرو تمام. هريتيرن منه قيمه، هقول له ريتيرن القيمه اللي عليها الدور من الرو
رقم 0 لانه مفيش غيره اصلا، هو كولوم واحد اللي هو ده، كولوم واحد بس. فقلت له خلاص فيتش الرو، طلع لي الرو، قلت له عايز من الرو العمود الاولاني اللي هو ده، فيجيب لي اللي عليه الايه، فيجيب لي اللي عليه الدور. فاول ما اقول له جو جيت نيكست كات ان او هيجيب لي اللي عليه الدور. فانا ممكن دلوقتي في كان اديت، كل الكلام ده كان اف، كان اف ان التايب يكون اديت، إلس يبقى هيكون اد اكيد، إلس يبقى هيكون اد اكيد طالما ان هو اد. خلاص طالما ان هو اد، كل اللي عايز اعمله ان انا هقول له المتغير او الاوبجكت اللي اسمه كات عايز منه جيت نيكست كات ان او. فدي اما يقول كات جيت نيكست كات ان او هيرجع لي الكاتيجوري ان او اللي عليها الدور، هحطها جوه المتغير اللي اسمه كات ان او فتطلع على الشاشه، احطها جوه المتغير اللي اسمه كات ان او فتطلع جوه الانبوت او التكست اللي موجود. فقلت له يبقى المتغير اسمه كات ان او بيساوي كات نيكست الكاتيجوري نمبر، فيجيب لك اللي عليه الايه، فيجيب لك اللي عليه الدور. تعال نجربها كده. ارجع ريتيرن تو سيرش، ادوس سيرش، اعمل هنا اديت، مش عايزين اديت عايزين اد نيو. هو في عندي هنا 3 4، هو المفروض يجيب لي دلوقتي 3 ان هو بيكاونت، جاب لي 3 فعلا. وانا ليه حق ان انا اغيرها؟ طب ممكن نعمل حاجه اظرف من كاونت يعني، ممكن نعمل ماكس فيجيب لي الاكبر وازود عليه واحد كده بقى بعيده بقى، ما تقوليش بقى ان هي تبقى فيها مشكله يعني. كده المفروض كده يجيب لي الماكس، فالماكس تبقى 4 فيزود لي عليها واحد تبقى كام؟ تبقى 5. فالمفروض يجيب لي المره دي لو انا دوست على اد يجيب لي 5. كده تمام 5. وفي نفس الوقت انا ليا حق ان انا اغيرها لان ده اضافه، بس هو بيساعدني في ان هو يجيب لي الرقم اللي عليه الدور. فكده الاد والابديت جاهزين. انا محتاج ان انا اعمل اد واعمل ابديت، فان انا فانا كل اللي هعمله ان انا هاجي جوه الكاتيجوري كلاس، هعمل فانكشن اسمها اد، ما تستقبلش حاجه لان انت المفروض تظبط المتغيرات بتاعتك ديت وتقول لي اد. وانا هعمل جمله انسيرت بسيطه، الكويري بتاعي هيبقى عباره عن جمله انسيرت بتقول انسيرت انتو الجدول اسمه كاتيجوري فاليوز، اول قيمه كانت رقم بتتحط حره، تيجي من المتغير مش المتغير من this. طب انا لو جربتها على طول من المتغير اللي اسمه كات انه، بس ما عنديش اسم متشابه عشان اقول this عشان ينادى على اللي بره، المفروض كده يجيبها لي صح. والمتغير اللي اسمه كات نيم، شكله كده ما جابهمش لانه لو كان جابهم كان قدر يجيب لي، ماشي كان قدر يجيب لي دول. فانا لازم ازود this will، انت عندك على طول كده ماشي، لازم ازود هنا this، بعد this السهم، بعد السهم الكات نيم، نفس القصه هنا this، وبعد this السهم، وبعدين كات النوع. بس الكات نيم لازم تحط ما بين سنجل، والديسكريبشن لازم تحط ما بين ايه، ما بين سنجل، واقفل القوس. وكده جمله الانسيرت كونتها. طالما كونتها هرنها، ممكن ارنها مش لازم بقى اقول بقى كل القصه اللي كنا بنقولها دي. احنا كان عندنا كنا عاملين في بتاع دوت في اسمه ايه دي ام ال وورك، كنا عاملين حاجه اسمها قبل كده اسمها ران دي ام ال، ابعت له الانسيرت او الديليت او الابديت وهو بيظبطها لي او يرجع لي فولس لو كان ما اترنتش يعني. ف اقول له ماشي اف، كان اسمها ايه الفانكشن؟ كان اسمها راحت فين؟ قفلتها استعجل قوي. اسمها ران دي ام ال، اسمها ران دي ام ال، يا ريت نوسع لها كده عشان نبقى شايفين الفانكشن دي. ران دي ام ال وببعت له الجمله. فممكن دلوقتي اقول له
كاتيجوري اقول له run DML وافتح قوس، قال لي اعمل لي الانسيرت او الديليت او الابديت، قلت له هو ده، بعت له الكويري اللي انا جمعت في جمله الانسيرت بتاعتي، المفروض يرد عليا بترو او بفولس، فاقول له لو كانت بتساوي ترو، كانت بتساوي فولس بقى هتعمل ايه؟ كانت بتساوي فولس هتبقى مشكله، معناها ان هي ما نفذتش الجمله، طلعت ايرور. يبقى انا محتاج كمان متغير هنا اظبطه يبقى فيه رسائل، بحيث ان انا لو حطيت من جوه الميثود دي رساله خطا، يبقى لو جيت استدعاها تعرف تطلع، يبقى الرساله تعرف ايه؟ الرساله تعرف تطلع. فانا هقوم عامل هنا variable كمان اسمه message، variable كمان اسمه ايه؟ اسمه message. هنا هقول له لو كانت بتساوي الران دي ميل كانت بتساوي false او كانت بتساوي true، لو كانت بتساوي true هنبعت رساله، لو كانت بتساوي false هنبعت رساله مختلفه. لو كانت بتساوي true فهخلي this message، المسج اللي عندي هو this، هتبقى بتساوي، اقول له category added successfully else، هقول له في this dot message هقول له category not added، اقول له تحقق من الكلام ومش عارف ايه والكلام ده كله. وكمان اقول له مثلا change this category number، يعني كتأكيد يعني ممكن لان معظم الاخطاء تطلع بسبب البرايمري كي يعني. خلاص ما اتضافتش change this a category بتاعك. ممكن ان انا اخلي الدي ام ال ورك ده برضو يبقى ليه متغير اسمه الايرور واطلعه في حاله الفولس، ابعت له الايرور ذات نفسها، بحيث ان هو يبقى يعني في يعني ممكن بدل ما يبعت فولس هو بيبعت ترو لو اتنفذ. طب ما نخليه بدل ما يطلع يبعت ترو يطلع الخطا، خليه بدل ما يبعت فولس خليه يبعت لي الايرور ذات نفسه، خليه يبعت لي الايرور ايه؟ الايرور ذات نفسه. اما يبعت لي ترو معناه ان هو تمام كده ورن الجمله، يا اما يبعت لي الايرور ذات نفسه، مش هيبعت لي فولس هيبعت لي الايرور. فمن هقول له كاتيجوري نوت ادد تشينج مش عارف ايه ماشي، وعلى نيو لاين كده او اعمل بي ار بريك يعني على سطر جديد، وجنب البريك دي هقول له لو كانت ترو هيعمل دي، بعد كده مضطر ارنها تاني عشان اقدر احس بالنتيجه، بس كده كتير على الداتابيز، هبعتها مرتين على الداتابيز وحشه طبعا. هعرف متغير كده سريع اسمه اكس بيساوي، وارن له هقول له رن دي ام ال واختبر المتغير اللي اسمه اكس على طول عشان بس ما يروحش الداتابيز غير مره واحده. الاكس لو بتساوي ترو طلع لي الرساله دي، إلس هيطلع لي الرساله المتخزنه جوه مين؟ جوه الاكس. يبقى نقطه الاد هيكون الجمله، اما اجي هرنها واحطها جوه متغير اسمه اكس. لو كانت اكس شايله كلمه ترو يبقى اتضافت عادي فيقول لي اتضافت، إلس يبقى ما اتضافتش هيقول لي في المسج كاتيجوري نوت ادد تشينج ذيس كاتيجوري نمبر، وفي السطر اللي تحتيه هيكتب لي الرساله بتاعه الخطا اللي حصل، تحت هيكتب الرساله بتاعه الخطا اللي ايه؟ اللي حصل. خلاص ممكن قبليها اكتب description of error ونقطتين واطبع الاكس بقى اللي هي تفصيل الخطا اللي حصل، تفصيل الخطا اللي ايه؟ اللي حصل. ماشي. دي الاد فانكشن اختها على طول اسمها بتاعت الابديت، بس مش اسمها هنا فانكشن اسمها اد، هيبقى فانكشن اسمها ابديت كويري، هيبقى ابديت الحقل اللي اسمه كات نيم. مش هقدر اعدل طبعا الاي دي اللي هو كات نو، انا بعدل بدايه كات نو كات نيم، وهيبقى بيساوي this dot cat name بعد كده كوما، و هتعدل لي حقل اسمه cat description، وده يبقى بيساوي this dot description مظبوط، مفيش عندنا قوس ده طبعا ده بشرط هقول له where
ان الكات ان او يكون بيساوي this حقل الكات ان او. خلاص، يبقى هعدل حقل الكات نيم، خلي كات نيم تيجي من الكات نيم والديسكريبشن يجي من الديسكريبشن، وغير ان الكات ان او جاي من الكات ان او. رن، وبرده لو كانت ترو بس هيقول لي كاتيجوري updated successfully. غلطه يبقى اقول لي كاتيجوري نوت او data not saved، البيانات لم تحفظ. change، لا مش هيبقى في change category number، لا، لكن هيقول لي description of error وطلع لي description of error على طول. دي في حاله مين؟ الابديت. طيب كويس قوي. يبقى احنا عايزين بس الزرار بتاع السيف بقى يبدا يشتغل، فهقول له خلاص كده احنا خلصنا دي جوه الكات اديت. الكلام ده جميل. لو كانت تايب اعمل كاتيجوري، لو كان اديت كانت ان اوفو اديت هيعمل لي كده. ماشي. else يبقى بقت اد، فالاد هيعمل لي فيها ان هو هيجنريت الكود اللي عليه الدور وبس. ده لو في اد. طب دلوقتي انا بقى دوست على الزرار، عايز بقى اقول له بقى اف ان هو داس على الزرار بقى، اف ان از set للحقل اللي اسمه از set للبوست بتاع السبميت. لو هو از set وفي نفس الوقت قيمته تهمني، قيمته ما تهمنيش يا سيف، اقول له ماشي يا سبميت خلاص يا سيف. عايز اعرف بعد القصه دي، اعرف اي حاجه عشان اعرف هو ايديت ولا ممكن اعرف من ريد اونلي. لو ريد اونلي واخده كلمه ريد اونلي، او اقدر اعرف من التايب لو كان ايديت ولا مش ايديت. اعرف من التايب افضل عشان تبقى صريحه اكتر. فاقول له اف الاول انا كده كده محتاج ابعت القيم دي كلها، يعني انا محتاج ابعت القيم دي، اجيبها من على الشاشه وابعتها لي كده عندنا تبقى مشكله، لان كده كل مره لما يدوس على زر السيف هيلاقي ان قيمته اديت، ولما يلاقي ان قيمته اديت هيعملوا ريد اونلي ويجيب القيم من الداتابيز، مع ان انا عدلتها. يعني لما اعدل مثلا كانت نيم هيخش يلاقيني عامل اديت، فما اني عامل اديت هيجيبهم برده من الداتابيز تاني، ودي طبعا مشكله. احنا مش عايزينها اول مره بس، دي تكون اول مره بس. يبقى لازم يكون التايب اديت وفي نفس الوقت زرار السبميت ما يكونش از ست، لان لو زرار السبميت از ست معناه ان هو بقى الراجل دخل وعدل، لا ما ينفعش بقى. فانا لازم يكون ان التايب اديت ويكون الراجل لسه ما عملش از ست للزرار، ما داس على الزرار، لان لو داس على الزرار سبميت ما ينفعش اروح اجيب من الداتابيز واحط القيم و الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده ما ينفعش. خلاص كده. طب ما ايه الست تاني مره كده مش هتبقى ريد اونلي؟ طبعا ان ايه الست دي ريد اونلي دي هتبقى برضو مشكله، لان كده لو التايب اديت والراجل لسه ما داسش على السبميت هيظبط الكلام ده كله. تاني مره هيبقى داس على السبميت بس اديت برضه، هيجي هنا يقول لك اديت بس مش ايه الست، هيبقى ايه الست، فمش هيخش هنا، فهيخلي ريد اونلي دي واخده ايه؟ هيخليها واخده فاضي. فانا ممكن اقول له ايه هنا؟ هقول له اف ان ريد اونلي از set لو هي موجوده اصلا. هو كده هيفقدها يا عادل، مش هتيجي. خلاص ماشي، هشوف لها حل دلوقتي. لكن لو كان الزرار سبميت عايز اعرف طبعا من الجيت دي هل التايب اديت ولا اد. خلاص، اخد القيم من على الشاشه الاول. لو كان اديت انادي على ابديت، لو كان اد ابقى انادي على اد، لكن كده لازم اخد القيم من على الشاشه. فانا عندي الكات اهو،
كات ان او، بس بنفس القصه عايز اخد الكات ان او والنيم والديسكريبشن. الصوره لسه هنشوف هنعملها ازاي، الصوره لسه هنشوف هنعملها ازاي، لكن دلوقتي هنقول له ايه؟ الكات ان او هيساوي الكات ان او اللي جاي من على الشاشه. الكات ان او اللي جاي من على الشاشه ده هيجي من البوست، هيجي من ايه؟ من الاندرسكور بوست اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها